يا له من حيوان صغير. إنه القنفذ. قد يبدو ضعيفا مقارنة بجسده، لكن صدقوني سوف تندهشوا عندما ترونه اليوم. إنه يسحق فرائسه بكل وحشية وعنف. هذا يعود لإصراره دائما على الفوز بأغلب المعارك التي يقع فيها. والشيء الرائع في هذا المخلوق لا يتأثر بالسموم، وهذا بالضبط ما سوف نشاهده اليوم. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا حتى نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هيا بنا. بينما كان هذا الصغير يتجول بين الرمال بحثا عن طعام، وجد شيئا لا يمكن تعويضه. لكن قبل أن يهاجمه كان يريد التأكد من عدم وجود أي شخص حوله. وحينما وجد المفترس الصغير الوقت المناسب للهجوم انقض على هذا الجرذ. استطاع المفترس الجائع خلال ثوان معدودة الإمساك بالفريسة داخل فمه، وكان كل ما عليه هو تحطيمها حتى لا تهرب. وهذا ما حصل بالتأكيد. لم تتمكن الفريسة ولو لثانية واحدة بالهروب، وكانت طعاما لذيذا لهذا المفترس الصغير. تم تصوير هذه اللقطة الأكثر من رائعة لمعركة بين أفعى الكوبرا وصديقنا القنفذ. كانت الكوبرا في حيرة من أمرها، ماذا ستفعل مع هذا الكائن؟ صديقنا لا يحب الانتظار، وقرر مهاجمة الأفعى والإمساك بذيلها. كان من المتوقع أن يهرب القنفذ، لكن ما فعله كان غير متوقع، وهاجم الأفعى السامة. الشيء المريب أن الأفعى لم تفعل أي شيء، وكانت غير مهتمة لهذا الكائن الذي يهاجمها. لكن بعد بعض الوقت أدركت الأفعى أن هذا الكائن لا يلعب معها، وقررت الهروب بحياتها. وهذا ما حصل عندما شعرت بالخطر. بينما كان القط والقنفذ يتشاركون الطعام سويا، هناك طغى الطمع عليهم، وأصبحت مشاركة الطعام غير مقبولة. حينما انتهى طعام القطة قررت أخذ القليل من القنفذ. ردعها القنفذ ولم يعطيها أي شيء. كان على القط ألا يحاول استفزاز القنفذ. انتظر القط وقتا طويلا حتى أسمح له القنفذ بتناول الطعام، لكن كلها مضيعة للوقت. بالطبع لم تحدث معركة بينهما، وانتهى الفيديو والقط لا يزال يتضور جوعا. هنا لقطة رائعة أخرى لقنفذ مجرم أيضا. كان القنفذ جريئا جدا بمهاجمة الأفعى. بالفعل كان القنفذ يبحث عن شيء ليتناوله، وكان حظه رائعا بإيجاد إحدى الأفاعي هنا. بعد أن اقترب الجائع من منافسه للهجوم، كانت الأفعى هي من ضربت الضربة الأولى. بالطبع لم يتأثر القنفذ، وحان دوره لكي يوجه إليها ضربة قاسية. أمسك بها بكل قوة ومزقها إربا. الشيء الغبي في هذه الأفعى بدلا من الهروب قررت الوقوف أمام هذا الصغير القوي، وكانت نهايتها الموت، وأصبحت وجبة للمفترس الجائع. بعد أن تمكن هذا الصغير الآخر من غزو إحدى بيوت الأفاعي، بدأ بأكل بيضها ليسكت جوعه. بالطبع كانت الأفعى غاضبة بشدة. كان القنفذ يعلم بأن الأفعى قريبة من بيتها، لكن رغم كل هذا لم يتردد بالهجوم على بيتها وأكل البيض. بعد أن انتهى من أكل البيض قرر الابتعاد عن بيت الأفعى. وجدته الأفعى وهو يخرج وقد أكل بيضها. لم تفكر الأفعى مرتين، وهجمت عليه وهي غاضبة. لكن بالطبع كانت الأفعى غبية بهذا الهجوم، لأن القنفذ لا يتأثر بسمها. كانت معركة قصيرة، وكان القنفذ غير معني بالقتال لأنه لم يكن جائعا بعد أكل البيض. الشيء الذي تعرفونه عن هذا المخلوق أنه لا يتأثر بأي نوع من السموم، إن كانت سم الأفاعي أو عقرب. على سبيل المثال انظروا لهذه الفريسة هنا. القنفذ وجد هذا العقرب وحرفيا قطعه إربا. كان رأس العقرب داخل فم القنفذ، وبالرغم من لسع القنفذ داخل فمه لم يتضرر. وجدت هذه الأفعى نفسها ملقاة داخل وعاء زجاجي مع قنفذ متعطش لدماء. ستفعل الفريسة الآن كل شيء للهروب. حاولت الأفعى إيجاد مخرج، لكن لسوء الحظ لم يكن هناك أي مخرج. اندلعت معركة بسيطة بينهم، وفي نفس الوقت كانت دموية وحتمية للأفعى، ودفعت حياتها بسبب جرأتها للوقوف أمام القنفذ. كان المفترس يلاحقها بأي مكان تهرب إليه، وفي النهاية كانت وجبة سهلة للقنفذ.
صندوق زجاجي آخر وقع فيه إحدى الفئران المساكين وكانت نهايته محتومة أمام القنفذ. استطاع المفترس قتل الفار بكل سهولة، لكن بكل صراحة كان هذا القنفذ شرسا جدا بقتل الفأر، وبعد أن فشل الفأر بالهروب لأي مكان كان القنفذ شرسا لدرجة أنه مزق فريسته إلى أشلاء. كان هذا القنفذ محظوظا كفاية لإيجاد إحدى الثعابين في الجوار. عندما شاهد القنفذ الأفعى لم يتردد بالهجوم عليها. كانت المعركة قصيرة نوعا ما، لكنها تظهر بكل وضوح قوة هذا المخلوق الصغير. الشخص المحظوظ في مثل هذا الموقف هو المصور. لقد شاهد معركة كبيرة. من الرائع جدا مشاهدة المعارك وقت حدوثها. إن كنتم شاهدتم مثل هذه المعارك أرجو أن تخبرونا عن تجربتكم في التعليقات. وفي آخر لقطة تمكنت الأفعى من إفلات نفسها والهروب قبل أن تموت. إلى هنا نكون قد شاهدنا جميع الفيديوهات التي معنا. لكن قبل أن ننهي الفيديو دعونا نخبركم ببعض الحقائق عن هذا المخلوق القوي. القنفذ في العموم من الحيوانات التي تعيش منفردة ويقضي بعض الوقت مع الآخرين من القنافذ، إلا في خلال موسم التزاوج، وعند تربية الصغار لا ينفصل عنهم. القنفذ يصل إلى مرحلة النضج في فترة تتراوح بين 4 أسابيع بعد الولادة، وأنثى القنفذ يمكن أن تلد ما يقرب من 3 إلى 11 صغيرا من القنافذ. صغير القنفذ يولد أعمى، وتستمر فترة حمل أنثى القنفذ حوالي 42 يوما. صغير القنفذ يولد ولديه أشواك، والتي تسقط ويتم استبدالها بأشواك أقوى عندما يصل إلى مرحلة النضج. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا تسجيل الإعجاب والاشتراك في القناة حتى نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.